محدش جه على باله قبل كده هو بيتفرج على رجل وست ستات ولا تامر وشوقية ولا العيادة ولا أحلى أيام. هي مسلسلات السيت كوم راحت فين؟ ما بقتش تتعمل خالص. في بداية الأمر تعالوا نسأل الأول، هو إمتى ظهر نوعية السيت كوم في مصر؟ ولا أقول لكم تعالوا نعرف أول ظهور للنوعية دي من الأساس خالص. في 1947 ظهر مسلسل ماري كاي أند جوني في التلفزيون الأمريكي، بطولة الزوجين ماري كاي وجوني ستينز، وده كان أول مسلسل في نوعية السيت كوم أو بالأدق يعني كوميديا الموقف. المسلسل اللي كان عدد حلقاته تتراوح بين 20 و25 دقيقة، وكان حاجة جديدة في الوقت ده. حلقات عدد دقائق بتاعتها قليلة، لوكيشن داخلي، وكانت واحدة واحدة النوعية دي ابتدت تنجح. في 1951 بيتعمل مسلسل السيت كوم I Love Lucy، ومن بعدها انتشرت مسلسلات السيت كوم، وبدأت بعدها مراحل التطور، زي ان يبقى فيه اصوات ضحك الجمهور في الخلفية على المواقف المضحكة في مسلسل السيت كوم. Oh dear, they're going to send me to jail, Non, honey. monsieur, parlez-vous français? They want to know if you speak. تعالوا نطلع شوية لقدام. يوم 22 سبتمبر عام 1994 اتعرض المسلسل الأيقوني فريندز، المسلسل الأشهر في تاريخ السيت كوم. المسلسل حقق نجاح واسع في التلفزيون الأمريكي وقت عرضه، ما أدى لاستمرار وعاشر مواسم متتالية. ويكفي أقول لك إن الحلقة الأخيرة من الموسم العاشر واللي اتعرضت في 6 مايو 2004 تعتبر رابع أكثر حلقة مشاهدة في تاريخ التلفزيون الأمريكي ب 52 مليون مشاهدة.